متجدد في مكتبة مصر الحديثة بالدقي مع مهرجان فتافيت السكر بعنوان مرحب شهر السوق، اللي كان النهارده مع الشاعرة الجميلة الطفلة الصغيرة ميرنا أبو العسل. بصراحة عجبني صوتها قراءة القرآن والابتهال اللي قالته رائع جدا جدا جدا، وعجبني شعر يا أمة الظلم. أهلا وسهلا بك يا ميرنا. يعني بصراحة فرحان جدا إن أنت قدرتي تخطي الأميال دي كلها وتيجي عشان تركب شعر هنا وسط الكم الكبير جدا في القاعة مليانة على آخرها، يعني شيء رائع جدا. إيه مشاعرك وأنت بتركي والناس دي كلها عندك؟ سعيدة طبعا بإن الناس كلها داعمين فتافيت السكر جايين يسمعوا الأطفال والمواهب، وسعيدة بوجودي النهارده مع أستاذ أحمد الوسيلة، وسعيدة بمعرفة حضرتك واتشرفت جدا بمعرفة حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا يعني نقدم التهنئة كل عام وحضراتكم الأمة الإسلامية وميرنا ووالدتها بخير وصحة وسعادة ونصر للمسلمين إن شاء الله. طيب أنا سمعت الشعر بتاعك يا أمة الظلم، ممكن حضرتك تقول لنا جزء منه كده؟ يا أمة الظلم ما أبقيت من سعة إلا وحل بأطفال لنا كدروا، ظن الفواحش فعل السوء غايتهم، فاستبدل الحق نيرانا لها شرر، مثلية قد أباحوها بلا خجل، وها هم اليوم أبلى فيهم القدر. الغرب يملأنا ظلما ومعصية، وإن ربك بالمرصاد يزدجر، فأرسل الله طوفانا يبددهم ريحا تزمجر، يخشى وقعها البشر، حرائق الأرض تجتاح الديار بها، لا زرع يبقى ولا ماء ولا شجر، والريح عاصفة تأتي بألسنة من اللهيب، فلا مأوى ولا أثر، قد أحرقوا كل ما في الكون من أمل، النار في الأرض بالأشرار تنفجر، والشمس تنداح قد أضحت على أفق، والريح تجتاح حتى العيش يندثر، والغيم ممتنع والغيث منقطع، ضلت مساعي رعاة الظلم فانكسروا. الله عليك يا ميرنا، صراحة إن شاء الله رائع جدا 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 جدا، وزي ما أنت بتقولي فعلا في الشعر الجميل دوت، الله عز وجل ينتقم من كل من ظلم أهل فلسطين وجه على المسلمين. فعلا الرياح اللي بتحصل في أمريكا دلوقتي وإشعال النيران في المدن الأمريكية من لا شيء، هذا انتقام من الله عز وجل سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا ليك يا ميرنا، يعني ان شاء الله لقاء اخر معاك. كان معكم الدكتور مجدي الناظر، راديو صوت الجيل وجريده بوابه عاجل مصر. كل سنه وانتم طيبين.